سالت نفسك ليه اليوتيوبرز دايما بيطلبوا منك انك انت تشترك في عضويه القناه؟ وهل فعلا آه يعني ده يستاهل انك انت تدفع فلوس كتيره جدا عشان تشترك في عضويه القناه؟ تعال اقول لك انت تقول يعني انت بيبقى ليك مميزات خاصه عن اي حد تاني. يعني بيبقى ليك آه الاحقيه بانك انت تشوف الفيديوهات اللي هي بتبقى خاصه بتاعت اليوتيوبرز، هو البث المباشر، الكواليس بتاعت الفيديو، التحضيرات، الادوات، المعدات، الكلام ده كله. كمان بيبقى ليك بروموشنز خاص بيك، بيبقى تتحط جنب اسمك وليك، يعني انت من الاخر بتبقى في اي بي، وتقدر اصلا تتواصل مع صاحب القناه والكلام ده كله، وبيبقى سهل جدا جدا. ده غير ان انت اصلا بتدعم صاحب القناه، وبيبقى ليك تسهيلات كتيره جدا جدا في القناه. منها انك انت بتبقى يعني شخص مقرب جدا جدا من صاحب القناه، وده طبعا بيختلف في العضويات. يعني في عضويه مثلا واحد اثنين ثلاثه، كل ما تدفع اكثر كل ما تدفع اكثر، كل ما تقرب لصاحب القناه، كل ما تدفع كل ما تقرب لصاحب القناه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، ده يا سيدي من الناحيه الايجابيه اللي احنا بنقولها. كمان هضيف لك حاجه ثانيه من الناحيه الايجابيه، انك انت بتطور صانع المحتوى او اليوتيوبرز اللي انت بتحبه، اللي هو المفضل عندك والكلام ده كله، وان هو كمان بيستمد طاقته منك. ازاي بقى؟ يعني هو بياخد ارباح القناه بتاعته منك انت، ده بجنب الاعلانات بتاعت اليوتيوب، ولكن انت بتساعده علشان طبعا ارباح اليوتيوب متقلبه والكلام ده كله، فبياخد ارباح منك انت ثابته، يقدر بقى يطور من نفسه، ان هو يعني يبقى ليك مرتب مثلا شهري، او مرتب اللي هو بياخده منك او الكلام ده كله، انت وغيرك 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 والكلام ده كله. يشتري بيها مايك، يشتري بيها مثلا كاميرا، يشتري بيها معلومات، يشتري بيها استديو، يطور من استديو، يطور من اداء الكلام ده كله. المهم كمان انت كيوتيوبرز او انت كمشاهد بتستفاد بحاجات كتيره جدا جدا. بتستفاد بحاجات انك انت استفدت بيها اكتر من غيرك. تمام. يعني في حاجات مثلا بيبقى غيرك مش مستفاد بيها، انت بتستفاد بيها اكتر، اللي هو البث المباشر وما الى غير ذلك. الكلام ده كله، كل المستجدات اللي بتحصل مع اليوتيوبرز بيعرض عليك اول باول. طيب، من ناحيه السلبيات بقى، ليك انت ولا ليه هو؟ ليك انت. من ناحيه السلبيات ليك انت، لو انت يعني مش مهتم بالمحتوى ده، او مش متابع قناه، او شخص عابر كده وخلاص، او بتتابع وخلاص حاجه كده مش مستفيد منها قوي، فبلاش تشترك فيه. ليه بقى؟ لان معظم اليوتيوبرز بيكون يعني بيطلبوا مبالغ كبيره عشان تساعدهم برضه. كمان انت كشخص عادي او كانسان عادي تقدر تستفيد بالحاجات دي، يعني بتدفع الفلوس دي في حاجات تانيه كتير. كورسات، برامج، اي حاجه تانيه غير الكلام ده كله، اضافه الى ان اشتراكك معاهم اصلا يعني بيتجدد كل شهر تلقائي. فانصحك لو انت عملت الحركه دي من غير ما تعرف، فحاول تشترك مره واحده بس، او حاول تعرف القيمه اللي انت اكتسبتها منهم او الكلام ده كله، عشان الحاجه دي مش سهله. تمام. ممكن تضيع فلوسك وانت ما تعرفش، لو انت شخص مش مقتدر او الكلام ده كله. ده بالنسبه ليك كمشاهد. طيب، من ناحيه السلبيات بالنسبه ليك انت كيوتيوبر، فده ممكن ياخد من وقتك كتير جدا جدا، لانك انت بتحاول تقدم اقصى ما عندك للي هم الاعضاء المميزين عندك، ايا يكن بقى قيمه الناس المميزه عندك، سواء كانت درجاتهم او مراحلهم او انت بتقدم لهم ايه او الكلام ده كله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فحضرتك لو انت مهتم بالناس دي بس، فمعظم الناس التانية اللي هم المشاهدين العاديين او اللي هم المشاهدين العابرين ما تهتمش فيهم، فممكن الريسك او الريتش بتاع القناه يقل عندك. ف بتمنى منهم، يعني من اليوتيوبرز، انهم هم يقدموا لنا حاجه افضل. وده حصل معايا انا شخصيا، ان انا اشتركت في قناه احمد ابو زيد من يوم كده او اتنين. آه، اشتركت كعضو يعني في القناه. ف يعني دخلت عنده، لقيت الكواليس، لقيت مش عارف ايه بتاع الكلام ده كله. فما كانش افضل حاجه بالنسبه لي. ليه بقى؟ لان انا كصانع محتوى، ففاهم وعارف الحاجات اللي هي انا استفاد بيها ايه او الكلام ده كله. فكنت فاكر ان انا هستفاد بحاجات اكتر، ولكن يعني احنا بنجرب، بندخل على حاجات ونعرف والكلام ده كله. وانا على المستوى الشخصي يعني بعز احمد ابو زيد جدا جدا، يعني عشان في ناس هتزايد عليا والكلام ده كله، بعد اذنكم. انا لما اشتركت في قناه ما اكتسبتش اي حاجه من العضويه. ليه بقى؟ النقطه اللي اتكلمت عنها من شويه، لاني زي ما قلت لكم، لو القيمه اللي انت هتاخدها مش على قد الفلوس اللي انت دفعتها، فسوري ما تدفعش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو عندك مجال تاني تشترك فيه ككورسات او الكلام ده كله، اشترك فيه افضل. تمام. دي الحاجه اللي انا قلتها، وبعيدها ليكم تاني زي ما بعيدها لنفسي. انا مش زعلان من الكلام ده كله، ولكن كنت اتمنى ان الاقي حاجه افضل وحاجه احسن من كده. ولكن ما اقدرش انا يعني انكر حق احمد ابو زيد او الكلام ده كله، او اقول انه يعني مثلا ما يستحقش الفلوس دي، او ما يستحقش ان انا اشترك في قناته. لا بالعكس، انا متابعه من بدري قوي، من بدري جدا جدا جدا، من 2013 او 2014 او الكلام ده كله، من زمان يعني، من بدري قوي. ولكن انا على المستوى الشخصي يعني كنت اتمنى اني الاقي حاجه افضل من كده.
لان احنا متعودين على احمد ابو زيد ان هو يقدم لنا حاجات كويسه جدا جدا، ولكن الظاهر ان انا لقيت الفيديوهات كالمعتاد هي العاديه. واخيرا بتمنى تدعموني وتشتركوا في القناه وتقولوا لي رايكم ايه في اشتراك العضويات، وهل ده حصل معاك ولا لا؟ اشتركت بالغلط ولا اشتركت براحتك ولا اشتركت تجربه؟ سلام.